السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى أعمل لكم حتة صينية كيكة بالزبدة كده البلدي. مفيش أحلى من كده، هتعجبكم جدا، طريقتها حلوة أوي أوي. مش هقدر أقول بقى هي مش مكلفة والكلام ده، هو كل حاجة غالية اليومين دول، بس النهاردة هنعملها لأن احنا بنحبها بالطريقة دي أوي أوي أوي. وانتي لو جربتيها بالطريقة دي مش هتندمي، وعمرك ما هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. بس قبل ما ابدأ الفيديو بقى، كل المتابعين اللي علقوا لي على الفيديو اللي فات شكرا جدا ليكم. بصراحة ما تعرفوش قد ايه انا كنت مبسوطة بتعليقاتكم. النهارده برضو عايزة احلى لايك واحلى تعليق منكم. اتمنى ان كل الوصفات اللي انا بعملها تكون بتعجبكم. يلا بقى، احلى لايك واحلى تعليق. ولو انت لسه ما اشتركتيش عندي، انزلي تحت اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدا ونقول بسم الله. اولا كده قبل ما ابدا عمايل الكيكه بتاعتي، عشان خدي بالك من الحته دي قوي. انا هجيب الصينيه بتاعتي اللي انا هحط فيها الكيكه، حطيت فيها كده معلقه من السمنه، يعني مش معلقه كبيره، وما تخافوش انا ايدي غسلاها كويس. هبدا بقى كده لاني طبعا دي سمنه وجامده شويه لانها كانت في التلاجة، فمش هتنفع بالفرشه خالص. تبداي تدهنيها بالسمنه بتاعتك دي، لاني هقول لكم على نقطه تعمليها قبل ما تعملي الكيكه خالص. الحته دي بقى هتفرق معاكي في عمايل الكيكه، تفرق جدا كمان. طبعا انا دهنتها ودهنت الجوانب كده علشان خاطر ابقى ضامنه ان الكيكه ما تلزقش في اي حاجه. كده انا دهنتها تمام. طبعا بعد ما ادهنها كده هبدا احطها في التلاجة لحد ما اعجن الكيكه واخلصها تمام، واكون هصبها في الصينيه، اطلع الصينيه من التلاجة. يعني حطيتيها في الفريزر ماشي، حطيتيها تحت على اول رف ماشي، على بال ما تعجني الكيكه هتكون السمنه دي بدات تلزق في قلب الجوانب وتجمد. فدي عامل مهم جدا 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 في البدايه. احطها بقى في التلاجة ونيجي نبدا نعمل الكيكه بتاعتنا. ادي كل المكونات بتاعتي. انا عندي هنا 200 جرام من الزبده، وعندي هنا 50 جرام من الزيت. انا حاطه 50 جرام بس للمعه، عشان الزيت بيدي لمعه للكيكه مش اكتر، يعني انا بحبها بالزبده قوي. هنا 5 بيضات، وعندي هنا نص كيلو من الدقيق. نفس كميه الدقيق هي نفس كميه السكر، نص كيلو برضو. طبعا الصينيه بتاعتي اللي انا عاملاها كبيره، كميه كبيره، فعشان كده خدي احتياطك. انت لو هتعملي صينيه صغيره هيبقوا 3 بيضات، 125 جرام زبده. عندي هنا برضو هتحطي هتبقى بقى 100 جرام زبده وال25 جرام زيت. هتحطي هنا برضو ربع دقيق، يبقى ربع سكر. على طول اعرفيها نفس كميه السكر هي نفس كميه الدقيق. سواء بقى حابه تعملي كميه اكبر تزودي ضعف الكميه، هي حابه تعملي اقل تقللي الكميه بالنص. طبعا هنا المقادير دي، عندي هنا باكو من البودر، باكوين من الفانيليا، وعندي شويه كده من جوز الهند. وهنا المقدار ده بياخد مجين من ده كده لبن. ولو احتجت شويه كمان بسيطه بحتاج، ما احتجتش خلاص، عشان هو حجم البيضه بس هو اللي بيفرق معايا في العجينه بتاع الكيكه. لو حجم البيضه بيبقى كبير بتبقى السوائل بتاعتها كتير، فهي لو هي، انما لو حجمها صغير بتحتاجي شويه لبن كمان. فهي مجين كويسين لو الحجم بتاع البيضه كبير شويه. عندي هنا هاخد بس معلقه واحده كده من الخل، بيخليها خفيفه ولونها ابيض حلو كده من جوه. هنبدا بقى ونقول بسم الله. عندي هنا انا جبت الطبق اللي هعجن فيه، انتي غسلاه كويس ومنضفاه ويكون منشفاه ما يكونش فيه ميه. هبدا انزل بقى بكميه الزبده بتاعتي. هي بصراحه يعني ايه، بخليها بدرجه حراره الغرفه، ما ينفعش انها تبقى جامده، عشان تلاقي نتيجه حلوه لازم تبقى بدرجه حراره الغرفه، وكمان المضرب يمشي فيها. كمان عندي ال 50 جرام من الزيت، وعندي هنا كميه السكر بتاعتي. على فكره السكر لو هو مش بودره عادي مفيش مشكله. طبعا السكر ده انا كنت نخلاه كويس، ما ينفعش سكر بودره تعمليه من غير ما تنخليه. طيب انا دلوقتي لو ما عنديش سكر بودره اعمل ايه؟ عادي مش مشكله.
مش هتقف الدنيا يعني ان السكر مش بودره، لا انت ممكن تعمليه بسكر عادي، بس هياخد وقت منك في الضرب كتير قوي قوي. بس هي دي كل الموضوع. هبدا بقى ان انا اجيب المضرب بتاعي، ولو مش عندك مضرب برده مش مشكله عادي، ممكن ان انت تشتغلي بايديكي. هبدا بس ان انا عشان المضرب السكر ما يطيرش، هبدا ان انا اقلب الزبده مع السكر شويه لحد بس ما تبدا تتجانس مع بعضها. انا هفضل بقى اضرب المكونات دي، السكر والزبده، لحد ما احس ان هي القوام بتاعها بقى كريمي خالص، وبعد كده ارجع لكم تاني. خلاص انا ضربت كده السمنه والسكر مع بعض. هبدا ان انا اجيب البيض بتاعي، عندي هنا ال5 بيضات بتاعتي اهم. لو مش عندك مضرب ممكن تستعملي الخلاط عادي، بس يعني الخلاط يعني انا ما بحبذوش في الزبده بالذات، علشان خاطر الزبده بتبقى محتاجه ضرب كتير. فالافضل ان انت يا اما مضرب يا اما ايديكي، يعني انت تشتغلي بايدك كده وتفضلي تدعكي السمنه مع السكر لحد ما يدوب لو هو خرز. انما لو بودره هيجي معاكي بسرعه، واول ما تدعكيه بايدك كده هيبقى كويس. انا حطيت هنا بكوين من الفانيليا على ال5 بيضات، وطبعا مش هنزل بكل الكميه مره واحده، لا انا هنزل بيضه بيضه، بتفرق جدا في العجن. عندي هنا اول ما اطمنت ان البيض بقى ابتدى يندمج كده مع كل المكونات، هبدا ان انا ارجع تاني احط اللبن بتاعي. انا عندي هنا مجين من اللبن، عايزه مجين 2 من اللبن. اقول بسم الله. ادي مج كمان 1. وطبعا كمان في مكون كمان اللي هو جوز الهند بتاعي، هبدا احطه بقى في المرحله دي، وابدا اسيب شويه كده عشان ازين بهم الصينيه في الاخر، انا مش هحطه كله. هبدا بقى كده ايه، اقلب كده المكونات بتاعتي شويه عشان برضو جوز الهند ما يتنطورش، وابدا ان انا اضرب كميه ميه. خلاص كده انا اديته برضو ضربه كده باللبن وبجوز الهند. خلاص فاضل عندي الدقيق. عندي الدقيق بتاعي اهو، يعني ما حطيتوش في الطبق على طول، انا خدته بالمنخل. هبدا بقى ان احط البيكنج باودر، مش هحط الباكو كله، انا هحط تلتين الباكو كده، اسيب فيه شويه، عشان لما بحط الباكو كله بحس ان ريحه الكيكه ريحتها عامله زي ما يكون كلها ريحتها بيكنج باودر، فانا مش بحبها، مش بحب احط الباكو كله. خلاص كده هبدا بقى ايه كده بالمضرب، هشغل المضرب وانزل شويه بشويه. خلاص كده المضرب بتاعي عجن العجينه كلها، شفتوا القوام بتاعها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، جميل مفيهوش اي تكتلات، جميل جدا. خلاص انا كده خلصت الكميه بتاعتي. هبدا ان انا اجيب الصينيه بقى، انا كنت حاطه الصينيه بتاعتي في الفريزر. على ما عجنت العجينه، شفتوا شبرت ازاي؟ خلاص بقت حتى السمنه جمدت فيها. هبدا بقى انزل بقى بالمكونات بتاعتي كلها في الصينيه. الصينيه دي بتاخد المكونات كلها. خلاص كده انا خلصت، حطيتها في الصينيه، بس برضو انا نسيت احط معلقه من الخل، فخلاص هي كده كده برضو هتبقى حلوه جدا، لان احنا ضاربينها بالمضرب ودخل فيها كميه هواء كتير. بس انتي برضو اعتمدي موضوع معلقه الخل ده، لان هو حلو جدا وبيخليها بيفرق معاها كتير. هبدا بقى كده، اصلا انا كنت من 5 دقايق مولعه الفرن فهو سخن. هبدا ان انا ادخل الصينيه على فرن سخن على درجه حراره 180. هبدا بقى ان انا احطها في الفرن، واول ما تطلع من الفرن بتاعي كمان هحطها على الرف الوسط عشان تبقوا عارفين في وسط الفرن. خلاص كده هبدا بقى ان انا احطها في الفرن بتاعي وارجع لكم تاني. اول ما حطيت فيها خله كده ولقيتها خلاص طلعت ما فيهاش عجين، اول ما بتطلع سخنه ببدا ان انا احط عليها جوز هند كده، بيديها ريحه حلوه قوي كمان. واخيرا رجعت لكم بعد ما الكيكه بتاعتي بردت. هبدا كده ان انا اطلع منها قطعه واوريها لكم. انا كنت قطعتها بالسكينه كده، هبدا ان انا اطلع حته، اول حته فيها. بسم الله ما شاء الله.
شايفين جميله جدا، خفيفه من جوه كمان. شايفين دي بقى لا تقولوا لي كده، دي معموله بالزبده، طعم مفيش اجمل من كده. مش هقول بقى زيت ولا الكلام ده، انا بس حاطه شويه زيت كده عشان اللمعه بتاعتها، انما هي بصراحه سكر مظبوط، طعم خفيف، بتدوب في البق، هتعجبك قوي قوي قوي. جربي الطريقه دي وان شاء الله مش هتبطلي تعمليها. وفي نهايه الفيديو لو عجبكم حلقه النهارده اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.